السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعي القناة في فيديو جديد معاكم. النهاردة هنتكلم فيه عن مكنة التنعيم كيمي 2028. كنا اتكلمنا قبل كده عن ال 2026 وقلنا إنها بتتشحن ساعتين علشان تديك شغل ساعتين، والبودي بتاعها بلاستيك. لكن النهاردة كيمي مديانا موديل جديد وهو كيمي 2028 ضد المية، ديجيتال، معدن. 3 مميزات في المكنه مش متوفره في اي مكان تاني. اول حاجه صعب ان انت تلاقي مكنه تنعيم ديجيتال، طبعا ده متوفر في ال 2026 وفي ال 2027 وفي ال 2028 اللي معانا النهارده. المكنه بتشحن ساعتين علشان تدي لك شغل ساعتين، ده مكتوب عليها كده. البطاريه بتاعتها 1400 ملي امبير، البطاريه بتاعتها 1400 ملي امبير. ال 1400 ملي امبير دون بنلاقيهم في المكن الزيرو العالي، يعني مكن التنعيم غير ال 2026 وال 27 وال 28 هتبص تلاقيه 600 ملي امبير. يعني حتى المكنه المتعدده في الاستخدامات هنتلاقيها 600 ملي امبير. انما كون ان هو يدي لك قوه بطاريه 1400 ملي امبير في مكنه التنعيم، فمعنى كده ان المكنه دي هتبقى قويه جدا. تعالوا بينا نشوف في منها كام شكل. في منها شكلين، فضي وذهبي، لكن احنا ما شفناش متوفر عندنا في السوق المصري غير الشكل الذهبي اللي موجود بين ايدينا النهارده. انما الشكل الفضي دون لسه يعتبر ما نزلش، او ممكن يكون نزل وايدينا ما طلعتهوش، الله اعلم. تعالوا نفتح المكنه. وطبعا بيقول لك ان المكنه ضد الميه، وبيقول لك ان المكنه تصلح لحلاقه الشعر، تصلح لحلاقه الشعر وتنعيم شعر الراس وتنعيم الدقن كمان، زائد ان فيها سلاح زيرو. نفتح كده العلبه مع بعض، هنلاقي جوه منها شنطه صغيره زي بتاعت ال 2026 وال 2027، هي نفس الكفر اللي معانا. تمام. نفتح هنلاقي معانا المكنه ووش غيار، وش غيار ليها، عشان طبعا كلنا عارفين ان اكتر حاجه بتدوس في مكنه التنعيم وش الشبكيه بتاعتها. فهو لما يوفر لك وش غيار للمكنه، فده وش الغيار ده يعتبر بمثابه مكنه تانيه انت امتلكتها. هنلاقي معاها وصلة شاحن، ناحية يو اس بي والناحية اللي بتتوصل في المكنة زي الروسيتا بالظبط. معهاش راس شاحن. بتشحن ازاي؟ بتشحن على لابتوب او على شاحن موبايل، الراس بتاعت شاحن الموبايل، او كيسة او شاشة، او حتى لو عندك صب ممكن تشحنها عليه. تمام. بنلاقي معاها فرشة للتنظيف ومزيتها. طيب فرشة ومزيتها، احنا كنا اتكلمنا قبل كده، في ناس كتيرة كانت بتقول ان مكن التنعيم ما بيتزيتش. طيب لما مكن التنعيم ما بيتزيتش، معلش يعني مع احترامي لاي حد بيتكلم في الموضوع دوت، ليه الشركة مديالك ازازة زيت مع المكنة؟ ليه الشركة مديالك ازازة زيت مع المكنة؟ اكيد علشان خاطر تستخدمه في تزييت المكنة وفي تزييت برضو سلاح الزيرو اللي مع المكنة. وش الغيار اللي معانا هنتلاقيه بنفس اللون ده كده، وش الغيار الاضافي. المعدن بتاعه زي ما احنا شايفين شفاف، المعدن بتاعه شفاف. تمام. ودقة صناعة الشبكية نفسها ممتازة جدا وقوية، مش تحس ان هي ضعيفة، لا، بس في الاستخدام هتحس قوتها وانت بتستخدمها. نيجي نطلع المكنه كده. ادي المكنه معانا اهي، ده الكفر بتاع الوش بتاعها، بيتفتح كده بسهوله. ماشي. ده سلاح الزيرو اللي ورا، سلاح قوي. تمام. درجة الزيرو بتاعته ممتازة. ممكن ان انت تستغنى بالمكنة دي عن ان انت تمتلك مكنة زيرو تخف بيها دقنك قبل ما تحلقها
بالتنعيم بتاعها. نيجي نشغل كده، نشغل كده، هنبص تلاقيها اتفتحت على 7500 لفه، والشحن بتاعها الديجيتال بيقول انه 81%. بيقل شويه، ما عندي زرار هنا بيقلل السرعات. تمام، هنا 6500 لفه، من كده 7000 لفه، 7500 لفه. وملاحظين ان صوت المكنه بيتغير مع تغير السرعه بتاعتها، ده دليل على ان السرعه فعاله. لما استخدم الديجيتال بتاع المكنه، في تقليل او تزويد السرعه، ماشي، والاحظ ان صوت المكنه بيتغير معايا من الاعلى للاوطى، فده معناه ان درجات التسريع والتبطيء بتاعه المكنه شغاله معايا كويس. طيب نيجي نشوف الوش بتاعها ده بيتشال ازاي. بضغطه من الجنب من هنا عشان انضفها واحده واحده كده. ادي كده شيلنا الوش بتاعها. ده طبعا المكنه معدن، وبيقول لك ان هي ضد الميه، يعني ممكن تتغسل تحت الميه، بس انا ما بفضلش. احنا ممكن نغسل الشبكيه دي تحت الميه وننشفها كويس. تمام. هنا التنظيف هنا بيكون بفرشه الزيرو، زي ما احنا شايفين كده. بننظف كده واحده واحده. تمام. سقط تحت بنروح منظفين تحت الشعر يعني، او بقايا الشعر اللي بتاعت الحلاقه. تمام. ولما باجي برفع هنا، بص كده معايا، الحته البيضاء اللي في السلاح الزيرو اللي ورا دي بتطلع بتشبط مع حركه ميكانيكيه المشط. بس طبعا ما نقدرش نشغل المكنه وهي مش راكب عليها الوش ده، لان ممكن من سرعه المكنه السلاحين دول يطيروا مني. تمام. فاحنا هنركب كده، وطبعا دي بتتنضف برضو بالفرشه عادي، تتنضف معايا بالفرشه عادي كده وكده. تمام. وكده، وبركبها مكانها زي ما كانت اهو، بركبها مكانها زي ما كانت بضغطه. خلاص كده لضمت مع بعضيها خلاص. بشغل المكنه وابدا ان انا استخدمها الاستخدام الصحيح بتاعها. طيب لو انا دقني طويله زي كده، ماشي، وحبيت ان انا اخفها، بروح مطلع سلاح الزيرو. ما ينفعش اخش على مكنه على شعر تقيل كده بمكنه التنعيم، وببدا ان انا اخف الدقن بالزيرو، اخف الدقن كلها بالزيرو، ما فوتش شعرايه واحده معايا، عشان خاطر الشعرايه اللي هتفوت دي هتشبك في الشبكيه وهتعطلني وهتخلي الشبكيه تتقطع، فاضطر ان انا اغير لشبكيه ثانيه. وطبعا كلنا عارفين حساسيه مكن التنعيم في الاستخدام، سواء كان كيمي او في جي ار او براون او حتى الويل الامريكي. يعني الويل الامريكي هي في نفس الحجم ده كده او اكبر سنه بسيطه، بس لا معاها شبكيه ولا فيها سرعات، يعني ما معهاش سلاح اضافي. السلاح الاضافي بتاعها بيبقى غالي جدا. طيب كده عرفنا مميزات المكنه ايه. عيوبها ايه بقى؟ عيوبها انها صيني، واي حاجه عشان تكون فاهم يعني صيني مش صيني، هي المكنه هتعيش معاك عمر افتراضي، المفروض ان هي متحدد لها العمر الافتراضي دوت، الا اذا انت اهملت فيها وعرضتها مثلا للرطوبه، حلقت بيها وسبتها في الحمام. ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل رطوبه في المكنه، يدخل رطوبه للبطاريه، يبوظها، للبورده، للشبكيه، كل دون حاجات وارده ان هي تحصل، فلازم نخلي بالنا منها. فاضل ان احنا نتكلم عن السعر النهارده عامل 450 جنيه عندنا هنا. ان شاء الله باذن الله نتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تشترك معانا في القناه عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم الحلاقه. السلام عليكم.